الهاتف. أستاذ، كنت تستمع ولا أدري إن كنت أيضا تتابع الاستعراض العسكري الذي يشرف عليه وأشرف عن انطلاقه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذلك قائد السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي فريق أول. كنت تكلمت مع السيد عبد الستار على الحضور الكبير للمواطنين، هو ما توقفنا عنده قبل قليل سيد بنيوتو عن مشاركة المواطنين الجزائريين من مختلف ربوع الوطن، أبوا إلا أن يحضروا هذا المناسبة. نعم سيدتي الفاضلة، فكل الأعين الجزائرية المخلصة الوفية لوطنها تتابع فعاليات الاستعراض العسكري اليوم على مستوى الطريق الوطني رقم 11 المحاذي لجامع الجزائر، والمتزامن مع الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية المباركة. فهو يندرج في تقاليد الدول على غرار الجزائر التي تحررت أقول بقوة السلاح، وحيث أن الاستقلال لم يمنح لها، بل دفعت ثمن حريتها واستقلالها بملايين الأرواح من الشهداء، وهي بمثابة ضريبة استقلالها. فالدول التي يعني استقلت يعني وتحررت يعني بقوة سلاح، فحري بها أن تقوم بمثل هذه الاستعراضات العسكرية لتثبت على مدى تلاحم جيشها بأمتها وبشعبها طبعا. سيد بنيوتو، ابقى معنا. سيد عبد الستار، كنا تحدثنا قبل قليل عن ثورتنا المجيدة، على اختلاف يعني قلت على أنه هذه الثورة هي مادة دسمة. اليوم الكثير يتحدث عن ثورتنا لما يذكر اسم الجزائر دائما 1.5 مليون شهيد. كما كنا نتحدث قبل قليل في الكواليس، يعني تقريبا الثورة كانت على المستوى الداخلي، لكن حتى خارج الوطن وعلى أرض المستعمر كانت ثورة أخرى، ثورة الجالية الجزائرية سواء طلبة أو الجالية بصفة عامة التي شاركت كذلك إبان هذه الفترة. أكيد الثورة الجزائرية يعني بدون مجاملة هي أيقونة الثورات في التاريخ المعاصر، لأنها ثورة سلمية بامتياز، وثورة قبل أن تكون دعوة للحرب هي رسالة إلى السلام وإلى القيم الإنسانية. لذلك هذه الثورة انخرط فيها عظماء العالم، وانخرط فيها نخب العالم، وانخرط فيها الكثير من الرؤساء والحكومات، وتغنى بها الشعراء والأدباء. لذلك الثورة الجزائرية لما نتكلم عنها ونتكلم عن إسقاطاتها اليوم، أكيد أن الثورة الجزائرية كل أبنائها أينما وجدوا انخرطوا في هذه الثورة، بما في ذلك الجالية الجزائرية في كل العالم، بما في ذلك الجالية الجزائرية في فرنسا الاستعمارية بالذات، التي نعتبرها دائما جزء من نسيجنا الوطني، وقدمت للثورة كما قدم لها أبناؤها في الداخل. وعلى هذا الأساس أقول أن الثورة الجزائرية هي ثورة فيها معطى عسكري، فيها تنظيم مؤسساتي وسياسي، فيها نشاط إعلامي، لكن في الوقت نفسه كان لها نشاط دبلوماسي. وعندما أقول نشاط دبلوماسي، كان النشاط الدبلوماسي الكلاسيكي، وكان أيضا النشاط الدبلوماسي في إطار القوى الناعمة، وهو مشاركة كل الجزائريين في نصرة القضية الجزائرية عن طريق الاشتراكات، عن طريق المظاهرات، وعن طريق كل ما له علاقة بالدعم اللوجستيكي لهذه الثورة التي حيرت العالم بأفكارها، حيرت العالم بثوابتها وعقيدتها التي بقيت إلى يومنا هذا راسخة، وستبقى الجزائر كذلك، لأن دم الشهداء وعقيدة الشهداء ستبقى مستمرة في كل الأجيال الجزائرية عبر التاريخ، لأنها تؤسس للقيم، قيم التضحية، قيم الصمود، قيم حب الوطن أو الوفاء للوطن، قيم نكران الذات، قيم الحرية، قيم الكرامة، قيم مساندة الحركات التحررية. وهذه القيم أعتقد أنها قيم بفطرة الإنسان، هي قيم إنسانية حضارية ستبقى إلى أبد الآبدين إن شاء الله. إن شاء الله. سيد أستاذ بنيوتو، هناك عمل تقوم به الجزائر على الصعيد الخارجي، بما أننا نتحدث كذلك عن مشاركة الجالية الجزائرية لغربلة ملف الذاكرة مع فرنسا واسترجاع الأرشيف المادي. هذه الخطوة يعني ما مدى أهميتها تكمل الحلقة المفقودة في سلسلة إعادة كتابة ورسم كذلك الذاكرة الوطنية؟
نعم سيدتي الفاضلة، فإن علاوة على ما ذكر أستاذنا الكريم أستاذ عبد الستار، فإن ثورتنا المجيدة أيضا نقلت فعالياتها إلى المهجر طبعا. وبالأمس كنا نحتفي بيوم الهجرة السابع عشر من أكتوبر 1961 طبعا، وهو يوم الهجرة الذي طبعا نقلت فيه الثورة وفعالية الثورة إلى المهجر. وكذلك بينت على مدى وجود تلاحم بين أبناء الجالية وبين أبناء الجبهة الداخلية وحتى الخارجية طبعا. سيدتي الفاضلة، بالنسبة إلى ملف الذاكرة، فإن الجزائر تعمل جاهدة على إحياء هذا الملف وعدم يعني وضعه في الرفوف أو في طي النسيان، وذلك بالاهتمام بكل ما له علاقة بالأرشيف، بجلب الوثائق الأرشيفية الوطنية الجزائرية التي من شأنها تثري مختلف القضايا التاريخية في ثورتنا المجيدة والتي تعنى بها بتاريخ الجزائر، وكذلك بخدمة كذلك يعني التاريخ الوطني، بخدمة التاريخ الوطني. إذا كذلك بالنسبة ملف الذاكرة الوطنية وبقرار من السيد رئيس الجمهورية طبعا هو نفسه الذي وقف على هذا الملف وأرسله يوما طبعا، هو يوم الذاكرة الوطنية يعني المتزامن مع مجازر 8 ماي 1945 طبعا يعني. وهذا الملف هو ملف مشترك بيننا وبين فرنسا، ولا بد على فرنسا اليوم أن تعترف بجرائمها وأن تقدم أيضا هي الأخرى الوثائق الأرشيفية لكي يسعى المؤرخون طبعا إلى يعني طبعا إعطاء الوجهة التاريخية يعني لتاريخ وطننا طبعا. شكرا لك أستاذ بنيتو.